في السنوات الدراسي حينما في إعلان دراسة التفرع. هناك مئات من جامعات في الدول العربية ولم نرى أن أي واحد منهم حاز على جائزة نوبل، ولم نرى أي اختراعات مهمة في الجامعات العربية. حتى الذي حاز على جائزة نوبل حديثا أحمد زويل هو درس في الولايات المتحدة الأمريكية وكل إنتاجه كان في الولايات المتحدة الأمريكية. ما مشكلة العقل العربي الإسلامي؟ ما هي الأزمة التي يعيشها بأنه لا ينتج المعرفة؟ أريد أن أقول أنه في القرن 19 عندما بعث محمد علي باشا بعثات إلى أوروبا واليابان بعثت إلى أوروبا، اليابانيين تعلموا إنتاج المعرفة، فنحن لم نتعلم إنتاج المعرفة. نحن لم نتعلم إنتاج المعرفة من اليابانيين من الأوروبا، بينما اليابانيين تعلموا إنتاج المعرفة. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. لماذا لم نتعلم إنتاج المعرفة؟ لأن هناك ثلاث أزمات في العقل العربي الجمعي، أو نقول في العقل الإسلامي الجمعي، وبالذات في العقل العربي الجمعي. المشكلة الأولى هي مشكلة الترادف. الفقهاء يفهمون أن اللغة العربية رائعة وممتازة لأنها غنية بالمترادفات، فالجمل له 50 اسم والناقة كذلك والسيف كذلك، وظنوا أن هذا غنى لغوي، بينما هو اللغة لم تبلغ بعد مرحلة التجريد، وبالتالي استعملوا هذه الكلمات في الشعر، فالشاعر لا يعيبه الترادف. عند الشاعر الأب والوالد نفس الشيء، ويهمه أن القصيدة بائية ولا دالية. ليش عربي؟ هذول من أنتجوا العقل العربي الحالي. هذه الناحية الثانية، الفقهاء وعلى رأسهم الشافعي السنة والشيعة اعتمدوا على القياس، أي أن النشاط العقلي الوحيد عند الفقهاء هو القياس، والعقل القياسي يحتاج إلى نسخة أصلية ليقيس عليها. وهذا العقل القياسي العربي مسلم وملحد. اليساريين النسخة الأصلية أخذوها الاتحاد السوفيتي أو كوبا أو الصين، والإسلاميين أخذوا النسخة الأساسية الصحابة، ولهذا كانوا يقيسون عليها. هذا العقل عاجز عن إنتاج المعرفة، العقل القياسي عاجز عن إنتاج المعرفة. ثالثا، العقل الاتصالي، أي أن العقل الذي يهتم بالمسموع والممنوع ولا يهتم بالموجود وغير موجود، ولا يهتم بالحقيقي والوهمي. فالعقل العربي عندما ظهرت